حرامي رنجة وبطارخ ايه بس يا ماما؟ بابا طارق صاحب السوبر ماركت. يا سلام. بصي يا ماما، لما كنت بروح اخد درس عندهم كان بابا عنده محل كبير في ميدان الجامع، وبعد كده فتح سلسلة المحلات دي. وابوك يقول لي روحي قولي لها قبل ما نتدبس ونوافق. يعني بابا بعت عم ملاك عشان هو اللي يجيب منتج. الناصح. ايه يا عايده؟ قلت لها الله. ايه يا بنت وهي بتضحكوا على ايه؟ هي كانت عارفه؟ بقول لك ايه يا اكرم، انت عايز اتكلم معاك في حوار كده. حوار يا مهند؟ بصراحه انا معجب بالبت شهد اخت علي ومش عارف اعمل ايه. ايه يا ابني مالك؟ والله ما عارف، يعني مش عارف اقول لك ايه. يلا انا عايز اتجوزها. عشان انا معايا دبلوم وهي معاها جامعه يعني. يا ابني انا نيتي خير. طب عايز يا مهند، يعني عايز اكلمك معاه يعني؟ بغصب عنك، بس بقول لك ايه، انا اهم حاجه لازم اتاكد ان مفيش حد في حياتها. ماشي يا مهند ماشي. كلمه بس شوفه ما نزلش ليه. بس انا يا اخويا سلام. ارن له. ابوس ايدك، ابوس ايدك ما تعيطي. لسه يا ستي هنعمل تحليل تاني وان شاء الله نطمن. مش هعمل تحاليل تاني يا علي. ليه؟ انت عارف يا ابني التحاليل دي بكام؟ ورحمة ابويا لو هبيع هدومي هعمل لك تحاليل تاني يا امي. وانا كمان هتصرف، هاخد من الحاجه صاحبه المحل. لزومه ايه بس كل ده يا ولاد؟ اخرتها ايه يعني؟ هموت. يا ماما والنبي ما تقوليش كده عشان خاطري يا ماما، والنبي يا ماما ما تقوليش كده. بعد الشر عليكي. صباح الخير. صباح النور حبيبة بابا. ايه يا ستي النوم ده كله؟ انا ما بصدق الاجازه تيجي، كل يوم بصحى بدري. طيب يا ستي ميرنا، انا عايز اتكلم معاكي. اكيد مامتك وحشتك، واكيد انت مفتقداها مش كده؟ قوي، خصوصا الايام دي. اشمعنى بقى الايام دي؟ مش عارفه ليه يا بابي، بس انا محتاجاها، عايزه اتكلم معاها قوي. طب ما انا اهو يا حبيبتي، اتكلمي معايا انا.